بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي أبنائي بناتي في بلاد الغربة والأرض كلها وطن واحد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن الأسرة البشرية كافة، وهو قادر على ذلك، وأمره بين الكاف والنون، كما قال في آية القرآن في سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. رب يحفظكم جميعا ويستركم وينصركم، وإن شاء الله اللي ماتوا جميعا نسأل الله لهم الرحمة، واللي مراض نسأل الله لهم الشفاء العاجل. أسأل الله أن يلبسهم جميعا ثوب الصحة والعافية. والصحة أسأل الله دوام نعمة الصحة وتمامها على الجميع. إخواني أخواتي، ألتقي معكم في هذا المباشر من خلال الحديث عن عنوان وباء الوباء، فرصة للنقاء والارتقاء. وباء كورونا فرصة للنقاء والارتقاء. في البداية أقول إخواني أخواتي، نحن نعيش في دار الدنيا، والحياة دار ابتلاء، الحياة دار اختبار. خالقنا هو الذي أنبأنا في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رب سبحانه خبرنا في القرآن الكريم، وهو اللي خلقنا، أنه سيجربنا، سيبتلينا، يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء، ويبتلينا كيفما شاء لا كيفما نشاء، ويبتلينا متى شاء لا متى نشاء. ربي سبحانه أغي جرب سويني قفغا ماشي سويني نفغا، وذا غي جرب ملمي قفغا ماشي ملمي ينفغا، وغي جرب أكني قفغا ماشي أكني نفغا. وربنا في سورة البقرة قال في الآيتين 155-156: ولنبلونكم بشيء من الخوف. والبشر كلهم يعيشون الآن حالة من الخوف. لحسن حظنا ربنا قال بشيء من الخوف، وهذه من رحمته جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يجربنا بما يشاء، ولكن في المقابل نسأل الله أن نكون من الصابرين فننال الأجر الوفير بوعد من الله، ووعد الله حق. قال ربنا عز وجل في أمر الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الصلاة اللي هي عماد الدين، كي يصليوا الناس في جماعة عندهم 27 درجة، وفي رواية الحديث 25 جزءا. والصلاة عماد الدين. ولا شو كشفان تظليث ما إلا ظلني مذانا أكن دي الجماعة سيرفاث ساعة 27 درجة، يعني لا جرغم قرآن. ولكن ثمسلة الصبر إمي ربي زرا باللي يوعر يفكيس لاجر بلا الحساب بلا ثلاث. ربنا عز وجل في أمر الصبر يعطي الأجر بغير حساب، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا فضل من الله عظيم. ربي سبحانه عز وجل يجربنا كي نكونوا صابرين. ربي وعدنا ووعده الحق، لأنه إخواني أخواتي الله يحفظكم،
كي نلقى وعد ربي ولا وعد النبي عليه الصلاة والسلام لازم نفرحوا. يعني الإنسان ممكن يوعد إنسان آخر وممكن ينساه، وحتى كي يتفكروا ما يقدرش يلقاه. شحال من المواعيد تعطلت في هذه الأيام، واحد يعطي رونديفو لواحد آخر ما يقدرش. لما في النهاية أمر الله يصير، لأن الإنسان وهو يعد لا يملك شيئا، لا يملك روحه، ويملك روح يسنسا يزمر في مث، ولا يملك روح الشخص الثاني صاحب الوعد، ويملك الروح بين كنيم يفكت ساعات، ولا يملك الزمان ولا يملك المكان، لأنه ربي سبحانه قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المعنى يس يونور الزميرة ذي وفيس وين يقفغا كان بلا شك يونادي يجتهد، ولكن كل شيء يجري فاسنا ربي. ولكن ربي ما يوعد الوعد ينس ذي الحق. ربي سبحانه إذا وعد فوعده حق، وإذا وعد النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق فهو حق. لذلك ربنا عز وجل وعدنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بلا الحساب. وذي سورة البقرة ما كان الإسلام يناد وبشر الصابرين. لذلك الإمام الشافعي ربي يرضى عليه حينما سئل عن واجب وأوجب وصعب وأصعب فأعطى جواب شعري في شكل حكمة مما ورد في هذه الأبيات. قال من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب، ولكن غفلة الناس عنه أعجب، إلى أن يقول والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب أصعب. يوعر بندم ذي الصبر المصيبة نغيث ديانتك ثم قران يوعر ماشي ذيني سهلا، ولكن ذا شو قوارنا أكثر ما إلا بنادم أوري الصفيرارة يروح أصلاجر. يعني ضياع الأجر مصيبة أكبر من المصيبة نفسها، والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب أصعب. لذلك يتمثل في استماثين إن شاء الله غادي يرزق ربي الصبر مقران، وإن شاء الله ربي يدير في الوباء كي الهلاك كي، وإن شاء الله هادي يفكر ربي شفاغي مضان، وإن شاء الله هتعيو الشدة ودغى الثلويث. وربنا عز وجل وعد في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال. إخواني أخواتي، في هذا اللقاء فرصة، يعني الوباء أو وباء كورونا فرصة للنقاء والارتقاء. أولا فرصة للنقاء. هناك 5 مجالات للنقاء نستثمر هذه الفرصة رغم صعوبتها ورغم مرارتها، ولكن لتحقيق النقاء والصفاء في 5 مجالات. المجال الأول مجال القلوب. ربنا عز وجل قال في القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب هذه ضمانة وصمام أمان، ضمان لدخول الجنة بوعد الله عز وجل. ولكن مما نطهر قلوبنا، نطهر قلوبنا من الحقد، نطهر قلوبنا من البغضاء، نطهر قلوبنا من الحسد. كل هذه الصفات ومثيلاتها، هذه الصفات في الحقيقة هي مدمرات للإنسان، ملوثات للقلوب. ولون يظنن أما ذي الكره، أما ذي الحسد، أما في مسألة مرة وارن تطاس تهود دون تمذان، تهود دون ثخلقيث. لذلك ربي سبحانه يغدي وعدينا وكذلك شمل الجنة وقاد يسعى نصفى بولاون تزدي بولاون. ويرحم ربي وقاد يسينان ذي زيكنا ناس إناياس الحكيم إناياس مزديث ولاون
أذ شبحا وذماون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن فرصة هذا الوباء نستثمرها إيجابيا من خلال التخلية عن الرذائل، وكذلك وفي الوقت نفسه التحلية بالفضائل التي ترفع مقامنا عند الله وعند الناس. لذلك هذه فرصة ذهبية نستثمرها في تنقية قلوبنا. أنزيز ديولا والنغ. إذن وباء كورونا هو فرصة لنقاء القلوب. المجال الثاني هو العقول، نقاء العقول. تعلمون سادتي الأفاضل، سيداتي الفاضلات، بأن العقل البشري قادر على إنتاج الأفكار الميتة، وقادر على إنتاج الأفكار المميتة القاتلة، وقادرة على إنتاج الأفكار الحية. هذا هو العقل البشري، هذه هي عقول البشر، هي آلة كبرى. بالمناسبة ربنا عز وجل ذكر العقل، وظائف العقل في القرآن أكثر من 1000 مرة، أكثر من 1000 مرة، كما في سورة البقرة مثلا، وفي سورة العمران، في سور عديدة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. وربنا قال في سورة الزمر في الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي سورة الذاريات في الآية 7: والسماء ذات الحبك. الإنسان يفكر بعقله في هذا البناء الضخم ليتعرف على الخالق جل جلاله، والسماء ذات الحبك. وفي الآية رقم 20 من سورة الذاريات ربنا قال: وفي الأرض آية للموقنين. وفي الآية 21 قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الآية رقم 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. آيات عجيبة، آيات كثيرة تعلمنا كيف نستخدم العقل، كيف نستخدم عقولنا. والله يرحم أبا حامد الغزالي صاحب الإحياء، إحياء علوم الدين، مما نقل عنه كان يتحدث عن العلاقة القائمة بين العقل والنقل. قال: كالعلاقة القائمة بين البصر والشعاع. هذا التلازم القائم بين النقل وهو الوحي والعقل. لا يمكن أن نفهم الوحي، لا يمكن أن نفهم القرآن، ولا أن نفهم السنة، ولا أن نتعرف على المعارف التي تمكننا من تحقيق السعادة في هذه الحياة، من تحقيق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض، من تحقيق البناء الحضاري، إلا باستخدام عقولنا. لا يمكن، لا بد من استخدامها. إذن فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك الإمام أبو حامد الغزالي قال لك الوحي لا يمكن أن يفهم إلا بالعقل. لذلك لازم يقال كاين تلازم بيناتهم، كما التلازم اللي موجود بين الشعاع والبصر. يعني الإنسان ما يقدر يشوف المجسدات أو هذه المحسوسات إلا بشرطين. الشرط الأول لازم يكون بصر، إلا قد يسعون يزري هذه توالي. الشرط الثاني لازم يكون هناك ضوء، شعاع، إلى قتل ثفاث وذي لي يزري باش مذانا ذي والي. وذا كذلك القرآن والزميرات نفهم السنة النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما نستخدم اللغن النغل عقول النغل. لذلك العقل يسعى مازال ذم قرآن ذي شرع ربي سبحانه، وهو كلية من الكليات الخمس كما قرر ذلك علماؤنا، منهم الإمام الشاطبي صاحب الموافقات، والإمام الآمدي، والإمام الماوردي، والأئمة الكبار كلهم يعني اتفقت كلمتهم على أهمية العقل ودور العقل في فهم النقل، أي في فهم الوحي. لذلك هذه النعمة اللي أعطاها لنا رب سبحانه هي فرصة لتنقية عقولنا من الأفكار الميتة، ولتنقيتها من الأفكار المميتة القاتلة. كم أنتج الإنسان من فكرة مدمرة
قاتلة معتدية على حقوق الإنسان المكرم. ربنا خالقنا هو الذي كرم الإنسان، فقال في سورة الإسراء في الآية رقم 70 قال ولقد كرمنا بني آدم. ربنا كرم هذا الإنسان، وعلماؤنا قالوا كرامة الإنسان في آدميته. ولكن للأسف الإنسان في كثير من الحالات ينتج أفكارا قاتلة. لمن؟ للإنسان، للحيوان، للبيئة، وكأن هذا الإنسان لا يريد أن يعيش إلا منفردا في هذه الكرة الأرضية. هذه صورة من صور الدمار البشري. هذا الإنسان اللي يبغي يعيش غير وحده، سبحان الله، مذان يبغى يعيش واحد في الدنيا ثاقي وريفا غاتيلي لا الغابة ولا الشجور ولا الحيوانات ولا الذيور إلا قد يدير وحدس. لذلك أما كنقارني والو قال من صدرا لن وين ينقن في وين يتهدون في وين يسلوغون نتساوها ربي انفرس تاوني تاقي باطنا كيدين تيدير باش انزيزي الغنغ اذو غالان اد السفوغان سوا في وين يقرزان في وين يفنون ورتهدونت في وين يسذوكولن ورفضطونت ذا في وين يتظن السرم ماشي ذلاياس. ماذا بيك نستثمر عقولنا لإنتاج الأفكار التي تجمع ولا تفرق، الأفكار التي تبني ولا تدمر، الأفكار التي تنقي وتطهر ولا تلوث ولا تفسد، الأفكار التي تزرع الأمل ولا تزرع اليأس. إذن المجال الثاني هو نقاء القلوب. المجال الثالث هو نقاء الأبدان. والحمد لله في هذه الأيام في الحقيقة كلنا تعلمنا كيف ننقي أبداننا من خلال المحافظة على قواعد النظافة، وهذا أمر جميل وهذا أمر راقي جدا. أكن من الله ثورة نحفظ نسنا مكير نزيز دي إيماننا غمكير نزيز دي خامننا غمكير أني ذير ذي تزدي وذين جرزن. نقاء الأبدان هذا أمر مطلوب بجميع المقاييس، بالمقاييس الشرعية، بالمقاييس العلمية، بالمقاييس الحضارية، بالمقاييس التربوية. إذن المجال الثالث هو نقاء الأبدان. والمجال الرابع هو نقاء العلاقات. في الحقيقة سمحتي مثلا في سماثين علاقاتنا فيها نوع من الفساد بيقين. تقطعت العلاقات، أحيانا نجد حالات الطلاق الكثيرة جدا، وحالات كاين وين الناس اللي عندهم أجدادهم ولا والديهم ودوهم لدار العجزة. أمر محزن للغاية جدا. يديو الناس الكبار وين يديوهم؟ لدار العجزة اللي يسميهم دور الرحمة. وفي الحقيقة ما وجدت دور الرحمة إلا لغياب الرحمة. لو كان الرحمة في القلوب ما نحتاجوش إلى دور الرحمة، حتى وإن وجدت تكون في حدود ضيقة للناس اللي ما عندهمش ربما أولاد، ما عندهمش أحفاد، ما عندهمش إخوة، الله غالب. ثم أن هذا سبحان الله المفروض في شريعة الله وفي ثقافتنا وفي أصالتنا. كل ما الإنسان يكبر كل ما يكون عنده القدر، كل ما يكون عنده المقام السامق العالي. هذا من شريعتنا وهذا من أصالتنا. أمر ذي الفغي إمغارا سيميت سيمغورا سيمي سعون زال سعون القيمة. أما ذي ثواشولت، أما ذير الجيران، أما ذي قذروم، أما يثدرث، أما ذي العرش. خاطر تسيمغورا يتسيمغور القدر نسم،
ولكن ما يغال قلمون ضرا اللاني يمغارا تسمغاريني ديوفاني ما ننسن دق خامن مغارا أمي سماني خامن الرحمة هو لو كانت الله الرحمة تقولون ورنحو جارا غنسعوي خامناكي أخاطر كل يوم في حرز وخامس توا شولتيس في حرز وذروميس ثدرتيس العرشيس أندي تسيدير الجيرانيس ثقي فرصة إذن المجال الرابع فرصة لنقاء العلاقات لازم نصفي علاقاتنا داخل الأسرة مع جيراننا مع أقاربنا بل مع الناس جميعا والأسرة البشرية مطالبة بتنقية علاقاتها لأنه في الحقيقة البشر كلكم لآدم وآدم من تراب أكن من لا تخلقيث نغال ربي سبحانه وتعالى خلقان إلى أسرة البشر إلى الأسرة البشرية لابد أن ننقي هذه العلاقات لابد من تصفيتها وتنقيتها. المجال الرابع والمجال الخامس نقاء البيئة l'environnement. يا خوتي ما نخبيش عليكم أنه في كثير من الحالات نحن بشر أعلنا حربا ضد البيئة أعلنا حربا ضد الطبيعة وانهزمنا في النهاية ولا بد أن نعترف بهذه الهزيمة. هذه الطبيعة لو حافظنا عليها جميعا لأنه ممكن يكون مجموعة الناس يرتكبوا ألوانا من الفساد وألوانا من الدمار ضد الطبيعة والبيئة ويعود الوبال على سائر الخلق. ربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أتخذ من مدن أتخلص الوياض أتخذ من كرا أتخلصنا كويا قارنا كرا غاوز يزاو في القرآن في نقارو. لابد أن نحرص على تحقيق هذا النقاء في مجال البيئة. هذه البيئة l'environnement إذا حافظنا على البيئة تحافظ علينا لازم نتصالحوا معها لازم. لذلك يا خوتي كلكم تفرحون وكلنا نفرح كي نزوروا بعض البلدان نزوروا بعض المناطق نشوفوا الناس تحافظ على البيئة ما شاء الله الأشجار نحافظوا عليها والغابات والورود ما شاء الله ونحافظوا على النظافة في البيئة نفرح ولو كان هذيك القرية ولا هذيك المدينة ولا هذيك البلدة ماشي نتاعنا بالمفهوم الضيق ولكن نفرح ونستبشر. لماذا لا نحول نحن هذه الكرة الأرضية إلى كرة أرضية نظيفة هي ترتاح ونحن الذين نحيا عايشين فوق هذا الأرض كذلك تبادلنا نفس المشاعر كما نحبوها تحبنا كما نحافظوا على الطبيعة هي تحافظ علينا. أحببتك يا أرض من يوم علمت أنك أمي من يومها أشكو إليك همومي. أحببتك فتعلمت منك الكثير علمتني يا أرض فن الممات ومن بعد الموت كيف الحياة. علمتني كيف أحب أحزاني وأبعد من قلبي العدوان. علمتني كيف أدفن أشجاني علمتني شروط الإنسان. ليس بالأمر الهين أن يحقق الإنسان إنسانيته. إلى أن يكمل الشعر ويقول وش يقول هذا الشاعر يقول يعلمني فارس الميدان رفع الورود يعلمني انفجار البركان فك القيود. هكذا عرفتك يعني يا أرض هكذا عرفتك وفية ترعين كل العهود وفي وجهك قرأت أسمى معاني الخلود. قصيدة طويلة يجي نهار إن شاء الله نقرأها لكم بإذن الله ونقرأ أبيات أخرى إن شاء الله تعالى. الآن إذن نركز على هذا المجال الخامس اللي هو نقاء البيئة. بعد هذا إخواني أخواتي الله يحفظكم ويستركم وينصركم نروح للنقطة الثانية. ثانيا
هذا الوباء فرصة للارتقاء، فرصة للنقاء، بيناه من خلال 5 مجالات. الآن فرصة للارتقاء، للتطور، لبلوغ الشأو العالي، المقام العالي السامق، ويتحقق ذلك أيضا على مستوى 5 مجالات. المجال الأول الارتقاء الإيماني. لابد، ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ربي سبحانه واش يقولنا يا المؤمنين طلعوا الإيمان تاعكم، فورتيفيو الإيمان تاعكم، أوغمونتي الإيمان تاعكم، طلعوه. هي فرصة. إذن هذه الفرصة، فرصة الوباء، لابد أن نحسن استثمارها من خلال حسن الظن بالله، من خلال توثيق الصلة بالله عز وجل، من خلال النظر والاعتبار. نعتبر هذا الوباء فرصة ودرس للاعتبار، نعتبر من خلال نتفكروا أن هذا الكون له خالق واحد جل جلاله. العبد يتحبر ربي يتدبر، العبد يتحبر ربي يتدبر. ذنسا الخلقة جي مرة، الكون جي مرة يسعيون مضبر ربي سبحانه عز وجل. إلى قثني السين، إلى قنوة الغورس، وربي ذي القرآن يناد: ففروا إلى الله. سورة الذاريات الآية رقم 50. ربي دي قال: ففروا إلى الله، ثرولا أن نرول ربي سبحانه عز وجل. وذا نفهم باللي الوباء جي كورونا وجي جند من جنود الله، جنود ربي سبحانه. كندينا ربي القرآن: إن وما يعلم جنود ربك إلا هو، إن ولله جنود السماوات والأرض. الزلازل من جنود الله، زلزلة جنود من ربي سبحانه. البراكين لي فولكان كيف من يعني جنود الله عز وجل. المطر، الماء، الرياح، كل الأمراض، الأوبئة، المجاعات. يعني بالمناسبة الأسرة البشرية ابتليت بجملة من الأوبئة والأمراض والمجاعات منذ يعني عبر التاريخ البشري. وسيأتي إن شاء الله نفصل في بعض المسائل باش نعرفوا بلي هذا الأمر عادي. ولكن ماذا نتعلم؟ نتعلم أن نتعرف على خالق السماوات والأرض. خاطر ميلا نسن ربي نفكيس زال، نفكيس القيمة، تجد النعمة ثم قرآن نعمة عظمى أن نتعرف على خالق السماوات والأرض. إذا نستثمر هذا الوباء، هذه الفرصة في الحقيقة من أجل تحقيق الارتقاء الإيماني. ولكن هذا الإيمان لابد أن يترجم في أعمال صالحة، لابد أن يترجم في العبادات المختلفة التي ستثمر في حياتنا يقينا. ربنا عز وجل قال: وقل اعملوا، هكذا قال في سورة التوبة الآية 105: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة، l'Invisible et le visible. ربي يزرى أين يقفرن، يحصى أين دي ظهرا، ولاش ذا شو يفرن في اللاس، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. لذلك ربي مغدينا: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، من بعد شو دينا؟ فينبئكم بما كنتم تعملون. ذي سورة الكهف الآية 2 قالوا 110: ربي ند: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أوين يتراجون لمقابل ربي أذي يخدم الخدمة يصلحا وتيخدم يا ربي باش تذوم أتياف ذاوين إثي تراجون ذي الأخرث أين قاعد سفذي الدونيث أثي غلث ذي الأخرث. جميع الأعمال الصالحة
التي يأتيها الإنسان في دار الدنيا، في هذه الدار الفانية، سيجدها في الآخرة في دار القرار. المجال الأول إذن في مجال الارتقاء هو الارتقاء الإيماني. المجال الثاني هو الارتقاء التربوي. أمر جميل. نستثمر هذا الوباء وهذه الفرصة من أجل تحقيق المستوى التربوي العالي من خلال التحلي بالفضائل، من خلال التخلي عن الرذائل، من خلال التدريب المستمر على احترام التدابير الوقائية الاحترازية، من خلال اتخاذنا للأسباب. وهذا مستوى تربوي راقي. يعني اسمحوا لي يا إخواني يا أخواتي، راكم لاحظتوا جميعا ولاحظنا جميعا أن البشرية الآن حققت مستوى محترما في المجال التربوي من خلال المحافظة على هذه التدابير الاحترازية الوقائية، كما قلنا قبل حين، مسائل النظافة، نظافة الأبدان، واحترام مسافة الأمان عند اللقاء، وتجنب التجمعات إلى آخره. يعني كل هذا في الحقيقة يعني أمر تربوي عالي جدا. اسمحوا لي، الإنسان تدربنا أيضا على القناعة في الحقيقة، لأنه ربما قبل هذا الوباء الناس كان اللي يبذر إسراف وتبذير كبير جدا، الخبز ضايع والنعمة ضايعة. ولكن الآن لا. الآن من الأزمات الكبرى أزمة السميد، أزمة الماكلة، يعني هي أزمة. ولكن باش نعرفوا قيمة هذه النعمة، ربنا عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني نعمة واحدة ما نعرفوش قيمتها إلا عند فقدانها، إلا عند حينما تسلب منا. الآن سلبت منا الكثير من النعم، سواء ما ذكرنا في الحياة نتاعنا داخل الأسر وكذا، المستوى الغذائي نتاعنا إلى آخره، ما بقيناش في المستوى السابق بيقين كلنا. طيب، وكذلك حرم من نعم أخرى، واحد ما يشوف عائلته، ما يشوف صحابه. لأنه أكيد يا إخواني يا أخواتي، كاين أخوات يحبوا يشوفوا صحاباتهم، كاين إخوة ورجال يحبوا يشوفوا صحابهم. حرمنا من كل هذا. في الجنائز وسبحان الله كاين جنائز اللي فاتت ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أقارب ما حضروش جنائز. ربي يرحم الأموات، وربي صبر المصابين جميعا، وبقدر الصبر يكون الأجر. حرمنا من كثير من النعم. إذن هي فرصة ذهبية أيضا نستثمرها لتحقيق هذا الارتقاء التربوي. وكاين بعض الناس راحت لهم لا بوسول كما يقولوا، ضيعوا لي روبير. لن يمذانا روح الناس لي روح ناس، يعني يروح حسن الميزان. سمحوا لي، زمان كان واحد الشاعر واش كان يقول وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام. سبحان الله. وكانوا يختزوا الحياة غير في هذه الأمور، يعني في الأمور المادية. وهذا خلل في الحقيقة. الأمور المادية لها قيمة في حياتنا بيقين، ولكن لا بد أن ننتبه إلى المسائل المعنوية. لا بد أن نصرف جهودنا إلى المسائل المعنوية. نحن بشر، أكيد كل إنسان عنده روح وعنده بدن، فيه جسد وروح، والشريعة تأمرنا بتحقيق التوازن بين الروح والجسد. والماديات لها اعتبار، ولكن ما يلزمش ننغمس في الماديات ونتخلى عن المعنويات. إذن هنا فرصة من أجل تحقيق هذا الارتقاء التربوي. أقول كان هذا الشاعر زمان واش كان يقول؟ قال: وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام. وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. وكأنه يختزل الحياة في هذه الأمور المادية، وهذا خلل. لذلك يأتي شاعر آخر محققا لذلك التوازن المنشود قائلا: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته،
أتطلب النفع ممن فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. سبحان الله، الإنسان كي يموت واش نديرو؟ يعني حينما تفارق الروح الجسد ندفنوه، كأننا نقول له يا فلان راك عزيز علينا ولكن نريدك جسدا وروحا. مادام الروح نتاعك راحت حتى الجسد نتاعك لازم يروح. واش نديرو؟ ندفنوه. سبحان الله. يعني كل يوم دينا شو يقاري وين عزيز فلاس مرا يمث مرا تزور الموت خامة تسوينا عزيزا نعطينا عزيزا. هذا سنيني مادام الروح يروح ولا الشيني روح ذاش سنخدمه ننطل. يعني سنغي زازكا في نطلت وثننطل. اما كنا نقارن فغاك الروح ينك الصورة ينك مادام الجسد ينك يروح الصورة ينك الروح تروح ولا الجسد ينك نقبل راه اي غير لقات ننطل. ذاين كان باش هذا نفهم الى قنخدم التوازناكي لابد ان نعمل على تحقيق هذا الارتقاء التربوي من خلال تحقيق هذا التوازن بين الروح والجسد، بين المعنويات والماديات. المجال الثالث للارتقاء هو المجال الاجتماعي الأسري. إخواني أخواتي الله يحفظكم، الآن رجعنا إلى أسرنا. يعني حياتنا قبل هذا الوباء ما كانتش هكذا. يعني أحيانا الأسرة اللي عندها 4 ولا 5 أفراد ما يتلاقاوش، إما بسبب القراية كل واحد وين يقرأ وكذا، ولا بسبب الخدمة، كاين اللي يخدم الصباح كاين اللي يخدم في الليل كاين اللي يخدم العشية كاين. وحتى كي يدخلوا ربما زيارة خفيفة ويخرجوا ما يأكلوا مع بعض ما يتلاقاو إلا النادر. سبحان الله، قدر ربي الآن باش نتلاقاو. أولا باش نعرفوا بعضنا البعض. يا إخواني يا أخواتي، على بالكم اكتشفنا جميعا باللي ما ناش نعرفوا بعضنا البعض مليح. درك تلاقينا كل واحد يتعرف على الوالدين نتاعو اللي عنده الوالدين، يتعرف على زوجته، يتعرف على أولاده من خلال الحياة الدائمة. نعم. لذلك كاين الآن اللي عندهم شوية مشاكل، إن شاء الله ربي بعد عليكم وعلينا جميعا المشاكل. لماذا؟ ماشي متعارفين أصلا. يعني الراجل ماشي موالف يعني يريح طول النهار في الدار، دروك راه يريح. وكاين الرجال اللي داروا الآن، سمحوا لي رجال على كل حال، كاين اللي هكا شوية أخطاء وجبت مشاكل. الآن هما نتدرب كيفاش نعيشوا داخل الدار. أنا عامه. وربما تشوف بعض النقائص وتشوف بعض كذا. غض البصر يا سيدي ما تشوفش. كاين أمور غض عليها البصر، تشوف هذه تكسرت، هذه ربما فيها غبرة، فيها كذا فيها كذا. يلا غض الطرف، تجاوز عن هذه الهفوات، عن بعض الزلط. وكسيري سيبروك أيضا بالنسبة للمرأة. أيضا ممكن تشوف بعض الأخطاء من زوجها لازم تصبر عليه، لازم هي تصبر عليه وهو لازم يصبر عليها، ولازم الوالدين يصبروا على أولادهم والأولاد يصبروا على والديهم، وهكذا. لذلك هي فرصة باش نتعارفوا، بصراحة فرصة باش نتعارفوا، وكذلك باش يحذر بعضنا البعض. كي نتعارفوا ماشي باش نديروا المشاكل نديروا العياط، لا لا لا، باش نصبروا، باش نتعلم الصبر ونتدرب عليه. نتعلم التعايش داخل الأسرة، ثم بعد ذلك نعمل على تحقيق التعايش مع غيرنا، مع الجيران، في الخدمة، في السوق، في الطريق، في الأوطوروت. وكاين وين ما كانش تعايش، كاين هناك رفض. اللي يدخل الأوطوروت لازم يمشي وحده، لازم يعيش وحده، السوق لازم يقضي وحده، لازم. لذلك هذا الإنسان الذي يريد أن يعيش وحده فقط، يلا الآن يتدرب، ونتدرب جميعا على تحقيق هذا الارتقاء الاجتماعي وهذا التعايش باش نوليو متماسكين. نغلق ورثواشولين النغ باش نميا قال خاطر لن يعقل ورميوسان أكينا قبل الطناقي ورميوسان هذا الخدمة كلنا ندايلا إلى آخره. ولكن ثورا نجمع داكري وثنتواشولت
صافي يزمر سعون المشاكل، يزمر سعون وهوران، يزمر، ولكن هو ربي زرام زيكا يثبت انت واش تدوكل ثورة خاطئ. ولا حتى الوسائل التكنولوجية هذه فرقت بيننا. العيب ماشي في الوسيلة، العيب في سوء الاستخدام. وعلى بالكم يا اخواني واخواتي، كاين اللي يكونوا داخل في مكان واحد، كل واحد مكونيكتي وحده وخلاص. معليش دوك لا كونيكسيون وكذا، هذه التكنولوجيا نستخدموها ما في عيب يعني، ولكن نحسن استثمارها. ولا ما لازمش يكون ليكسي، هذا هو اللي ماشي مليح. ليكسي هذا معناه هذاك الغلو، هذاك التطرف، هذا اللي مرفوض. وشريعتنا تدعونا إلى تحقيق التوازن والوسطية. ربي قال في سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطية واستقبالي قرن ثقرنيث ثسكث قرنيث ثلمس ثقيم ذي الخالي. وها ربي أتسيلي الوسطية ذي الحياة النغي ذرث النغ غادي نثوى الشد ثورة الملال إلا قانم يعقال، إلا قانم يحذر، إلا قانم يساني لا باش كمان فغمي ما عندنا النار برا. ساذرو منا غير الجيرنا ذي السوق ذي الخدمة ذي برا ذي كفردان أنمي يعقال وأنمي يحذر أني السينما مشاريني ذير الجميع. وثقي مسألة مهمة ومهمة جدا. هذا هو المستوى الثالث أو المجال الثالث المطلوب فيه الارتقاء الاجتماعي. والمجال الرابع هو الارتقاء العلمي المعرفي. ثقي ذا مسألة مهمة جدا، بمعنى هذه فرصة. اللي يبغى يقرأ القرآن ويقرأ الله يبارك، كاين الآن يتنافسوا في الختمات وما شاء الله الله يبارك ذي نصف فرحا الخير ربح. وكاين اللي الله يبارك يتنافسوا ويقراوا الكتب، وكاين اللي راه يألف الكتب، وكاين هي فرصة. وذا اللي يقرا ويتعلم، كل واحد يتعلم الرياضيات، وهذا يتعلم الفيزياء، الكيمياء، الطب، علوم الشريعة، علوم القانون، علوم الاجتماع، علم النفس، كل العلوم والمعارف هي فرصة للارتقاء العلمي. وكذلك ماهوش غير في المجال العلمي، حتى في المجال الحرفي. يلا سيدي ربي عطانا اليدين، هذا اليدين هذا يفسن الزمر بدل ما يحفظ الحرفات، هي فرصة. الآن سمحت لي حتى على مستوى الأسرة وكذا، كاين اللي راه ينقل البيت نتاعو ويسقمها وينظمها وكذا، ويتعلم كيف ينظم وكيف يرتب الكتب نتاعو وكيف يرتب حياته إلى آخره. إذن فرصة لتحقيق هذا الارتقاء العلمي المعرفي. أخيرا المجال الخامس إخواني الكرام أخواتي الكريمات هو تحقيق الارتقاء الإنساني. هذه مسألة مهمة أيضا، أن يحقق الإنسان إنسانيته. هذا مقصد كبير جدا باش الإنسان يولي إنسان برك. إذا كان الإنسان ولا إنسان ربي الحمد لله يولي يعرف قيمة الإنسان كما هو قيمة خوه، يولي يعرف قيمة الطبيعة كما ذكرنا، يعرف قيمة الغابات والأشجار، يعرف قيمة الحيوانات والطيور والحشرات، يعرف يولي ينسجم مع بني البشر وينسجم مع سائر الكائنات. وهذا مقصد كبير جدا حينما يعمل الإنسان على تحقيق إنسانيته. هذا التعاون والتكافل، هذه صورة مشرقة، صورة مضيئة في حياة كثير من الناس. يتعاونوا سواء الجمعيات ولجان القرى، المحسنين اللي عطالهم ربي المال ما شاء الله، حتى اللي ما عندهمش يقول لك فرصة لتحقيق خلق الإيثار. ربي قال في سورة الحشر في الآية 9 قال في وصف الأنصار، ربي ذكر خصلة من خصال الأنصار. هذه الخصلة جعلهم الله عز وجل بسببها جعلهم يخلدون ويذكرون إلى الأبد.
من خلال هذا الوحي الطاهر. ونحن نقرأ قوله تعالى يحبون من هاجر إليهم. شوف يا خوتي كيفاش ربي وصف هذا الحب، حب الأنصار لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين، لأن الأنصار ممكن يوفروا أسباب العيش للمهاجرين فقط، يقول مرواحوا تاكلوا تشربوا تعيشوا خلاص، ولكن بلا حب ناقصة. ولكن ربي عز وجل وصف هذا الوصف الدقيق العميق وهذا الخلق الراقي لدى الأنصار، قال يحبون من هاجر إليهم، معنى يحبوهم. وزاد ربي قال ذكر صفة أخرى، صفة الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن كثير من الناس في هذه الظروف حققوا هذا البعد الإنساني من خلال تمثلهم لخلق الإيثار. أشحال قمذانا ذي الوقتاقين تسمعوانا سواطاس خي قارن ذي زيكا ربي فكا غيما السن ثلي ضاغي فالسن أطاس قمذانا تعاونان مزي مقر ذرقة صمطوث يسعى نور يسعى أطاس بوكا ذي ماركانتينا كربي فكا سنسن يا نور ربي الله يبارك سفوغن الخير سواطاس تعاونان ذي ثذرين ذي الحومة ذي ثمذينين ذي كل مكان. على كل حال أما يثمورا مرة طبعا كلامي الآن ينصرف إلى جميع البشر. لماذا؟ لأنه هذا السلوك الراقي تمثله الكثير من الناس على مستوى الكرة الأرضية، وهذه الصورة المشرقة حققها الإنسان باجتهاده في هذه الظروف، والحمد لله رب العالمين. لذلك تحقيق إنسانية الإنسان هذا مستوى عالي. أذكركم إخواني أخواتي بما قال ربنا عز وجل في سورة الحجرات في الآية رقم 13. ربي قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما خلق الله البشر لصناعة الفتن، ما خلق الله البشر لإثارة الحروب ولا لسفك الدماء ولا لإزهاق الأرواح. وأنتم تعلمون سادتي سيداتي أن هذا الأمر قد حصل، هذا الأمر حصل. فيه ناس يصنعون الحروب والفتن ويسيلون الدماء ويزهقون الأرواح، بل هناك من يتمتع بالعدوان على حقوق الإنسان لدرواد لهم. هذه ما هوش فقط الشعارات، لا، هي موجودة اتفاقات دولية دي كونفونسيون كبيرة ما شاء الله، الإعلان عن حقوق الإنسان وما شاء الله، ومؤتمرات، كل هذا شيء طيب. ولكن نريد الملموس لو كونكري. نبغى إمذاننا ذمي عقلا باش ذمي حذرا الأسرة البشرية. نساعدها واشو ثامشطوح تيدت نساعدها ذرو مساعدها درت، ولكن أوها ربي نسوسع على غنغ باش ننظر بلي نكونين تسيذير أكو تخلقيث مرة، أكو تخلقيث مرة. وهذه مسألة مهمة. ربي مغدينا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، باش تمي عقلم، باش تمي حذارم، باش تمي حرازم، ماشي باش تخدم من الكراث واش تستعدين في زرفان قمذانان الفاطور ثم حقرانيث ذين العجفي قدران دي الدونيث صافي. إلا كان ميعقال، إلا كان نسعو الرحمة ذكولاون ما إلا نسعى الرحمة جيرانا ربي سبحانه أغدي والي استيطن الرحمة وغي يرحم ربي الزمر أغدي فك الرحمة يس. إذا حققنا تلك ذلك النقاء في 5 مجالات، وحققنا ذلك الارتقاء في 5 مجالات، ربنا عز وجل سيغير حالنا إلى أحسن حال، سيرفع هذا الوباء يقينا بأمره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
اسمحوا لي يا خوتي، ربي يحفظكم ويستركم وينصركم. اللي ماتوا ربي يرحمهم، والمرضى ربي يشفيهم، وكذلك اللي عطلهم، اللي عندهم الصحة ربي يزيد لهم إن شاء الله من هذه النعم. ان شاء الله وقاد يموتنا فلاسني يعفو يرحم، يموضنتني شفو ربي، وقاد يسعى تزمر تسنيفك ربي تزمر تزمورث تجيغون ثلوي ثالث ميلي ثالث مثلا في ستماثين. إلى هنا ينتهي لقائي معكم اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.